بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب، وربنا يجعل ايامنا كلها خير، اللهم امين يا رب العالمين، ويبلغنا رمضان واحنا في اتم صحة واحسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. الفيديو معايا النهاردة فيديو بسيط جدا، وقبل ما اقول الفيديو هقول الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله العظيم. والدعاء بتاع النهاردة بيقول اللهم بلغنا رمضان على خير، اللهم امين يا رب العالمين. معايا النهارده فيديو بسيط جدا يا جماعه وسهل خالص، ما فيهوش حاجه، بس بصراحه مش انا اللي عاملاه، انا مجرد ان انا صورت الحاجات عجبتني جدا. الفيديو النهارده عند اختي الكبيره، هي طبعا عندها احفادها، ربنا يخليهم لها ويحفظهم كلهم، اللهم امين، يحفظ احفادها واحفادي، امين يا رب العالمين. كانت هي رحنا نزورها زيارة وقعدنا معاها، ولقيناها عاملة بسم الله ما شاء الله فوانيس للأحفاد بإيديها. الفوانيس عاملاها هاند ميد بإيديها، ربنا يبارك لها ويديها الصحة يا رب، ويكرمنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. عملت لكل حفيد من أحفادها فانوس ولأحبائها. الفانوس عملته ليه وحدة بينور، يعني في وحدة إضاءة زي ما انتم شايفين اهو. ده الفانوس اللي هو معمول بالكنز، هي جايبه الكنز وعملته كده بالشكل دون، وحطت عليه الجليتر وزوقت الفوانيس بسم الله ما شاء الله، كلها الوانها في منتهى الجمال يا جماعه، حاجه جميله جدا وممتازه بصراحه. اشكالهم جميله، عجبتني كلهم بسم الله ما شاء الله. الفانوس ده عجبني قوي، رقيق جدا وجميل، شايفين حضراتكم اهو، وبينور بسم الله ما شاء الله. هي جابت الكوبايات بتاعه العصير اللي هي البلاستيك، العلب بتاعه العصير البلاستيكيه دي، وراحت حطت وحده الاضاءه اللي فيها دي وثبتتها زي ما انتم شايفين كده، حاجه جميله جدا. ولزقتها وحطت لها حاجات ديكوريه، يعني اكسسوارات كده، جايبها من البوتيك العادي، يعني اكسسوارات جميله، عجبني اذواقها قوي بسم الله ما شاء الله. احنا صراحه يعني اتفاجئت بالجمال ده كله. انتوا شايفين معايا الجمال؟ شايفين يا جماعه؟ والله حاجه في منتهى الجمال. انبسطت من الفكره بتاعتها وافكارها الجميله، وده عليه مسجد ما شاء الله جميل جدا. بصوا وحده الاضاءه، انا هنوره لكم، بينوروا من تحت كلهم اهو بسم الله ما شاء الله. ده عشان الولاد الصغيرين طبعا ما يتعوروش بالكنز، عملت ده عشان يبقى امن على الاطفال الصغيره. بلاستيك، عباره عن علبه البلاستيك، وزوقتها وعملت لها يد ورسمت عليها بالجامع. ووحده الاضاءه بتاعته مش زرار، انت بتهزي الكره كده، بدها انها ايه، تنور، تفضل تنور. وهنا الفانوس الكشميري الجميل ده، ذوقه جميل جدا، هيعجبكم خالص والله، حقيقي بجد انا انبسطت بالفكره بتاعتها. وطبعا هي عامله الاحفادي فوانيس من ضمن الولاد، يعني عامله كميه فوانيس رهيبه جميله والله يا جماعه، وما خدتش منها اي تكلفه ولا اي حاجه، حاجات بسيطه كلها سهله ومن البيئه، مفيش حاجه غريبه ولا حاجه. طبعا شكلهم بينوروا في منتهى الجمال، حاجه جميله، حاجه مشرفه. الشكل جميل. بصوا الفانوس الاخضر ده، وحدة الاضاءة بتاعته جميلة، هي عملت كمية كبيرة صراحة وتعبت قوي. وده الفانوس السهرية ما شاء الله عليه، جميل جدا اهو، ده كبير شوية، معمول بالازازة بتاعة الحاجة الساقعة، وقصقصتها ولونتها من فوق، وبسم الله ما شاء الله الشكل جميل جدا وحاجة جميلة حقيقي بجد. كل الكمية اللي عملتها جميلة، يا رب يبارك لنا فيها ويخليها لينا ولأحفادنا كلهم يا رب. الولاد بيحبوها عشان هي بتقعد تفتكر لهم كده في حاجات جميلة صغيرة وبسيطة، بس هي بتقعد تبذل صراحة، اكيد بذلت مجهود فيهم طبعا، ومكلفاهم تكلفة بسيطة، يعني كلها خامات من هو الجليتر والحاجات اللي هي البسيطة اللي جابتها والإضاءة، بس هي اللي فيها تكلفة شوية صغيرة بسيطة، بس طبعا مش زي تكلفة ولا صناعة الفوانيس بتاعت دلوقتي الغالية. الفوانيس بتتباع غالية جدا عندنا يا جماعة، فهي طبعا عملت حاجة جميلة وسهلة. ويا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم وتنبسطوا منه. كل سنة وانتم طيبين ورمضان على الأبواب، اللهم بلغنا رمضان على خير، آمنين اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.